دوزت 40 عام وانا كنقرا وكنبحث في النفسيه ديال المراه غير باش نعرف شنو باغيين بالضبط. هاد الهضره هادي قالها واحد من اشهر الفلاسفه اللي دازوا في التاريخ ديال العالم اللي هو فرويد. وهذا البلان هذا اللي دوا عليه راه ماشي غير هو بوحدو اللي محمقو، وانما كاع الرجال ديال العالم محمقهم هذا البلان هذا ديال علاش المراه متناقضه، علاش المراه صعيب بزاف انك تفهمها وتفهم النفسيه ديالها. وكاع الرجال متفقين ومتفاهمين على انه واحده من اصعب الحوايج في الدنيا هذه هو انك تفهم المراه وانك تعرف النفسيه ديالها وتعيش معها اليز بلا تبرزيط الراس. والمشكله الدراري والدريات كيف ما ديما غنرجعوا للدين الاسلامي ديالنا اللي فيه الاجابه على اي حاجه اخرى، هو انه الرسول صلى الله عليه وسلم راه حل هذه المساله هذه شحال هذه مده طويله بزاف، حل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشيء هذا، وقال لنا بالضبط علاش العيالات دايرين بحال هكاك، وعلاش الراجل صعيب بزاف انه يفهم المراه وكيلقى صعوبه بزاف انه يتفاهم معاها. يعني الرسول راه عاطيك الاجابه بلاصه ما مشيت تقلب على الفلاسفه شنو قالوا ولا العلماء شنو قالوا. الرسول صلى الله عليه وسلم راه قال لك شنو كاين، والرسول صلى الله عليه وسلم راه قال من شحال هذه لانه المراه هي واحد الكائن اللي معقد ديال بصح، واللي صعيب بزاف انه الراجل يتحملها، ولا اللي صعيب بزاف انه شي كائن في هذه الارض هذه انه يتحملها. اي انه المراه هي واحد الكائن اللي عاطفي اللي الله سبحانه وتعالى خلق فيها واحد العاطفه اللي كبيره بزاف. وباش يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مدى انه المراه صعيب بزاف انك تتحمل التعامل معها، وباش يوصل لك بالضبط مدى انه المراه متناقضه بزاف، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا: ما رايت من ناقصات عقل ودين من احداكن لو احسن اليها زوجها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت ما رايت منك شيئا قط. يعني اللي بغى يوصل لك الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث هذا هو انه قال لك بلي المراه واخا تبقى تحسن ليها حياتك كامله ودير اي حاجه على قبلها ودير روينه الكحل على قبلها، وتجي واحد النهار وفي لحظه واحده ودير ليها شي بلان اللي هي ما تحملوش، غتضرب لك داك الشيء كامل اللي درتيه في الزيرو وتقول لك بلي انت عمرك ما درتي ليا شي حاجه في حياتك، واخا تكون درتي الروينه الكحل على قبلها غتضرب لك داك الشيء كامل اللي درتيه في الزيرو. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم راه قايل لك هذا البلان هذا وبينوا لك من شحال هذا قبل ما يوصل العلم لهذا الشيء هذا وقبل ما يشرحوا لك العلم، ولكن اسمع مزيان التفسير ديال هذا الشيء هذا. حيت في المقابل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في واحد الحديث: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك أنه المرأة تخلقت من ضلع، حيث الله سبحانه وتعالى ملي خلق آدم خلقه من تراب، ولكن ملي خلق ليه الشريك والزوج ديالو في الجنة اللي هي حواء خلقها من الضلع ديال آدم. يعني المرأة تخلقات من ضلع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إلا شديتي ذاك الضلع وبغيتي أنك ترجعه مستقيم ولا تقيم ذاك الضلع غادي تهرسو. يعني حاول انك تتصرف مع العيالات بالتي هي احسن، حيت الا بغيتي انك تتصرف معاها بطريقه اللي خايبه غادي تهرسها وغادي تهرس ذاك الضلع. يعني صعيب بزاف انك تفهم معاها بواحد الطريقه اللي خايبه. وعلاش الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء؟ حيت الرسول صلى الله عليه وسلم عارف بلي هذا التناقض هذا اللي كيطرى للعيالات من تجاه الرجال، وهذا المرض اللي كيمرضوا العيالات الرجال راه ماشي بخاطرهم، وانما فطره اللي خلقهم بها الله سبحانه وتعالى. حيت الله سبحانه وتعالى خلق العيالات عاطفيات وخلق الرجال كيفكروا بمنطق. يعني صعيب بزاف انك تشد انسان كيفكر بمنطق وانسان كيفكر بعاطفه وتجمعوهم في دار وحده، راه غتنوض الروينه الكحله. ولكن راه من الحكمه ديال الله سبحانه وتعالى انه خلق الرجال انهم يفكروا بمنطقيه وخلق العيالات انهم يفكروا بعاطفه، باش بحال كيكون واحد الكمال بيناتهم وشي يكمل شي. حيت من مصلحه الراجل انه المراه تكون عاطفيه وتكون متناقضه، يعني من مصلحته، حيت المراه عاطفيه ومتقلبه العاطفه، والراجل كيكون مثبت عاطفيا وكيكون ثابت عاطفيا. حيت الراجل صعيب بزاف انه يفكر بالعاطفه وانما كيفكر بالعقل وبالمنطق. يعني بحال هكا المراه كتشكل عندها ديك الحاجه ديالها الاحتواء، يعني بسبب داك التقلب المزاجي ديالها وديك العاطفه المفرطه ديالها كتقلب على الاحتواء. وبحال هكا المراه كتحس باللي محتاجه شي واحد اللي يحتويها، شي واحد اللي يحضنها. والعكس صحيح، الراجل كيكون ثابت عاطفيا وهو كتكون عنده واحد الحاجه وواحد الرغبه ديال انه يحتوي واحد الشخص اللي هو البنت اللي هو المراه اللي هي الانثى. يعني هنا فين كيكون التكامل بيناتهم. المراه كتحس بلي خاصها راجل اللي يحتويها، والراجل كيحس بلي خاصو يحتوي الانثى ولا البنت ولا المراه. يعني هنا كيكون الكمال الدراري. داك الشيء كنقول لكم بلي اي حاجه دارها الله سبحانه وتعالى الا وعندها سبب، واي حاجه دابا وصل ليها العلم وكيعطي السينيفيكاسيون ديالها وكيعطي المعنى ديالها الا وانه الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم راه بينوا المعنى ديالها من شحال هادي. واي حاجه دارها الله الا هو في الكمال ديال هذا الكون باش انه هذا الكون هذا يمشي مقاد. يعني ما تقولش بلي العيالات علاش ما كيتفاهموش مع الرجال، لا، راه الا خلق الله العيالات بحال الرجال والتفكير ديالهم بحالهم بحال الرجال راه ما غيكونش داك الكمال بيناتهم. حيت الراجل كيحس بالرجوله ديالو ملي كيحتوي الانثى، والانثى كتحس بالانوثه ديالها ملي كيحتويها واحد الراجل. يعني كيكون داك الشيء متكامل بيناتهم، يعني شي كيكمل شي وشي كينجذب لشي، بحال كيتكون الحب وكتكون داك الانجذاب ما بين الجنسين. وهذا الشيء بطبيعه الحال اللي كيخلي انه يكون تكاثر ديال الخلق ديال الله سبحانه وتعالى في هذه الارض هذه، باش بحال هكا البشر يتكاثروا
واش بقى الحياه على وجه الارض. يعني الدراري هذا الفيديو هذا درته باش نوضح لكم بالضبط علاش بنادم بعض المرات كيبقى يتشكى من مرته ولا كيبقى يتشكى من البنت اللي كيبغي، كيقول بلي ما كتفهمنيش وكنعيا ما نشرح لها وما كتفهمش داكشي اللي كنقول لها وما عرفتش عندها العقل ولا عندها شي حاجه اخرى في بلاصه داك العقل. راه ما يمكنش اخويا انها تفهمك، راه ما كتفكرش بداك الدماغ انت اللي كتفكر به، راه هي انسانه عاطفيه وما عندها ما دير بداك المنطق انت اللي كتقول لها، راه كتكب الماء في الرمله. ونفس الحاجه انتيا ملي راجلك كيدوز من شي مرحله اللي صعيبه بزاف وانت جاي كتبدي تعطيه المنطق وكتعطيه نصائح، ما عنده ما يدير دوك النصائح اللي كتعطيه وداك المنطق اللي انت كدوي معاه به، راه هو محتاج انك تحضنيه، انك تحتويه، انك تعطيه ديك العاطفه ديالك باش بحالك يحس بك، باش بحالك يحس براسو مطمئن. كيف ما الرسول صلى الله عليه وسلم ملي كان في غار حراء انزل عليه جبريل، ديك الساعه الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيجري من غار حراء للدار وكان كيجري ومشى عند مرته، الزوجه ديالو هي اللي شداته واحتضناته، اللي قال لها زميليني زميليني، اي انه قال لها غطيني، يعني احتواته وعطاته الحب وعطاته العاطفه ديالها. يعني الدراري والدريات هذا هو الكمال ديال الله سبحانه وتعالى في هذا الكون هذا. اي حاجه كيديرها في الفطره ديال الراجل وديال المراه الا وانه دارها في المصلحه ديالنا، في المصلحه ديال العباد ديالو، باش كلشي يمشي مزيان، باش ما يكونش شي خلل في هذه الارض. ولكن للاسف الدراري في هذا العصر هذا بلي كلشي تقلب، وليتي كتلقى الراجل هو اللي عاطفي، وليتي كتلقى المراه هي اللي كتفكر بمنطقيه. صح علاش؟ حيت بنادم ولا كيخرج من الفطره ديالو، وليتي كتلقى الراجل هو اللي كيتشكى وكيبكي ومتقلب المزاج. والمهم الدراري اللي عنده شي مراه يتهلا فيها واللي عندها شي راجل تهلا فيه وتحملوا بعضياتكم، وراه هذا الشيء هذا في مصلحتكم ماشي ضدكم. واخا ما تكونوش متفاهمين راه عادي جدا، ولكن ملي كتفهم بالضبط علاش كيوقع هذا الخلاف ما بين المراه والراجل وعلاش ما كيتفاهموش على ابسط الحوايج، ديك الساعه كتعرف بالضبط كيفاش تتعامل. حيت ديما كيف ما كنقول لكم الدراري راه كاين فرق كبير بين انسان عارف وانسان جاهل. على الاقل ملي كتعرف المشكل ديال واحد الحاجه راه كتعرف الحل ديالها وكتعرف كيفاش تتعامل معاها. وكيف ما ديما كنقول لكم في الفيديوهات ديالي الدراري، تلفتي في اي حاجه في هذه الارض وفي هذا الكون واي حاجه في هذه الحياه طرات لك وما فهمتيهاش، رجع للسنه النبويه ورجع للقران الكريم، راه غتلقى التفاسير ديال اي حاجه. خليني من الفلاسفه وخليني من الكتب ديال التنميه الذاتيه وخليني من البودكاست وخليني من ديك الهضره كامله. شوف رجع لي للسنه النبويه وفي القران الكريم شنو قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ديالنا، وبغيتكم كامل تقولوا صلى الله عليه وسلم الدراري شنو قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب ديالو. صافي غادي تلقى كاع الاجوبه على هذه الروينه كامله انت اللي كتعيش، وكاع الاسئله اللي عندك على هذه الحياه هذه وكيفاش انك خاصك تعيش. بحال هكا الدراري غنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، احبكم في الله والسلام عليكم.